السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وفيديو فيه تفاصيل مهمة جدا، ويمكن احنا قبل ما اقول اي تفاصيل عندي وقبل ما اتكلم في اي حاجة حابب اعلق على بعض المواقف اللي حصلت في الفترة الاخيرة، خاصة ان الناس بتاخد الكلام بتاعنا ان احنا بنقول رأينا. يا جماعة، انا هنا على القناة بتاعتي لما بطلع اتكلم ولا بطلع اقول اي معلومة، دي معلومة وخبر. انا هنا بشتغلها اعلام، بعملها اعلام بعيد عن رأيي الشخصي. انا لحد دلوقتي ما قلتش رأيي الشخصي في موضوع اللقاء، انا قلت اللي حصل واللي هيحصل في الفترة الجاية، وادينا قاعدين ومستنيين وهنشوف هل كلام طارق السيد هيطلع صح ولا في كلام فيه هبد. وكل يوم بنخرج لكم فيديو، اول ما موضوع بيحصل بنجيب لكم الفيديو بتاعه على ستايل ريلز وبنقول لكم خدوا اهو الموضوع اتحقق بعد يوم، بعد اتنين، بعد اسبوع. يعني انا نزلت فيديو من شهر 5 خاص بياسر حمد، دلوقتي بيتحقق بعديها بشهر وشويه. طب انتوا زعلانين ليه يا جماعه من طارق السيد؟ طارق السيد لحد دلوقتي ما قالش رايه في اي موقف من المواقف الاخيره، خاصه في بعد ماتش النادي الاهلي. رايي انا شايله لنفسي لوقت معين، هطلع اتكلم معاكم فيه وهقول لكم رايي، لان انا واحد من جمهور الزمالك. قبل ما اكون بطلع اتكلم معاكم اعلاميا في اي حاجه، انا راجل واحد منكم، ما بقولش كلمه غير لما بكون عارف ان الكلمه دي معلومه هتفيد جمهور الزمالك، او بقول لجمهور الزمالك خد المعلومه دي خليها معاك واستنى شوفها، اسمع عنها بعد كده. ده خلاصة الكلام في الحتة بتاعت ان طارق السيد رأيه ايه ومش رأيه ايه. انا ما قلتش رأيي في اي حاجة خاصة بيه. انا قلت ان الزمالك استفاد كذا واستفاد كذا واستفاد كذا في الفترة اللي جاية، وهتسمعوا الكلام ده، وان فلان مشي وان وهتسمعوا برضو الكلام ده. اي حد بقى يقول لك ده هكس، اصبر لحد اما تشوف الحقيقة قدامك فين. وانت يمكن في بعض الحقائق ظاهره قدامك، بس عشان انت واخد قرار ان انت او رايك الشخصي ان انت مش عايز الزمالك يلعب دلوقتي، فما بتشوفش غير ان عايز واحد يقول لك ان الزمالك مش هيلعب، او رايه ان الزمالك مش هيلعب. ما ممكن يكون رايي انا كده فعلا، ممكن يكون رايي كده، انا مش حابب مثلا ان الزمالك يلعب، بس في الاول في الاخر رأيي دلوقتي انا لسه ما قلتوش، لسه ما حكيتش فيه. انا بطلع اديك معلومه وبديك خبر اللي بيحصل في الاحداث داخل نادي الزمالك وداخل النادي الاهلي وداخل رابطه الانديه وداخل اتحاد الكوره. وكل كلمه الحمد لله رب العالمين بنقولها بتبقى متاكدين منها بنسبه 100%. وكل حاجه بنقولها الناس بتطلع ورانا وبتقولها بعد كده، وبتتاكد من المعلومه دي بعد كده، وبتقول لك ده احنا ادي انفراد، ده ادي مع ان احنا بنبقى اول ناس قايلينها من شهر ومن 15 يوم ومن 3 ايام ومن 4 ايام. ده يا جماعه رايي الشخصي، انا راجل زملكاوي بحب النادي وشايف مصلحه نادي الزمالك فين، فبحاول ادور على المعلومه وبجيبها لكم. رايي بقى الشخصي، انا ممكن اكون مش مقتنع 1% ان الزمالك يكمل الدوري، ان الزمالك كان لازم ما يكملش، وجهة نظر. في ناس تاني شايفه ان الزمالك يكمل، برضه وجهة نظر. في الاول وفي الاخر كل واحد ليه وجهة نظر وهو حر فيها، محدش يعمل حكر على رأي حد. وده يا جماعة رأي كل واحد هو حر فيه، محدش مسؤول عن لسان التاني او على رئيس مجلس إدارة لسان التاني. كل واحد مسؤول عن لسانه وعن كلامه. زي ما قلنا لكم امبارح، الفريق النهارده دخل المعسكر من بدري جدا، وانا عندي المعلومه من الساعه 5 ان الفرقه داخله المعسكر، وعندي المعلومه من امبارح ان الماتش هيتلعب، وقلت لكم الماتش بنسبه كبيره جدا هيتلعب. وعندي معلومه ان الفرقه النهارده في معسكر وحضر الغداء وعمل، والزمالك استنى الزمالك لحد ما عمل البيان والكلام ده كله، وبعد كده اعلنوا اسماء القايمه كامله، مع ان القايمه والاسماء عندي بقالها اكتر من 3 4 ساعات من بعد التمرين، بس ما كانش ينفع ان انا اسبق في دي بالذات لحين ظهور بيان نادي الزمالك. انما الحاجات اللي كسبها الزمالك ايه والحاجات اللي ما كسبهاش الزمالك ايه، اعتقد ان مجلس الاداره نفسه قال الكلام ده يا جماعه. وصدقوني والله العظيم 3 معلومتي ما بتيجي من حد من مجلس الاداره، انا ما بتكلمش مع حد منهم، وبقالي فتره كبيره جدا بعيد عنهم، ما بتكلمش مع حد،
لاني لما قلت الحقيقه في موضوع ياسر حمد، لما قلت الحقيقه في موضوع اللعيب الناشئ مواليد 2003، ولما قلت الحقيقه في الغلطات اللي بيغلطوها مجلس الاداره، طلعت ناس اتكلمت عليا وقالت يا استاذ طارق بيهاجم المجلس. يا جماعه انا ما بهاجمش حد، انا بقول وجهه نظري في حاجات، وفي حاجات ببقى متفق وفي حاجات ببقى مختلف. هو كل من هو قال رايه بتجرد يبقى بيهاجم؟ كل من هو بيقول رايه مفيد للمجلس يبقى مساند؟ لا، انت ممكن تكون مختلف معايا دلوقتي متفق معايا بكره، وانا مختلف معاك دلوقتي ومتفق معاك بكره، كل واحد عنده وجهة نظره. طيب، موقف مباراة بيراميدز وسموحة في المادة بندين، في المادة بندين، بس هما هياخدوا بند واحد. البند الاولاني اللي انا شايف ان ممكن ياخدوا بيه، او اللي اتمنى ان هما ياخدوا بيه، هو البند اللي بيقول ان انقطاع الكهرباء مش ظرف قهري، بناء عليه يتحسب اللقاء لنادي بيراميدز 2-0، لانه هو النادي النادي الضيف بالنسبه للقاء سموحه وبيراميدز. انما الواقع واللي هيحصل اللي هقوله لكم دلوقتي. الماده 42 في اللائحه تنص على اعاده المباراه في حاله الغائها لظروف قهريه، وهو بالنسبة للرابطة والاتحاد، وهو ما تنطبق عليه الحالة الخاصة بلقاء بيراميدز وسموحة. أما بالنسبة للإنذارات والطرد يتم احتسابهم بشكل طبيعي، بمعنى إنه في حالة كانت المباراة التالية للفريقين بيراميدز وسموحة، يعني لو الماتش هيتعاد بكرة أو بعده أو في خلال الأسبوع ده قبل ما يلعبوا ماتش تاني، على سبيل المثال لن يلعب الهاني سليمان في المباراة القادمة اللي هي بتاعت سموحة. يعني سموحة لو هيلاعب بيراميدز الجاي هاني سليمان مش هيلعب، لو هيلاعب اي فرقة تاني هاني سليمان مش هيلعب، يعتبر موقوف. طيب، اما في حالة لعبها لاحقا سيتم ايقافه في المباراة التالية ايا كان الفريق الذي سيواجه سموحة. ده الكلام انا قلته لكم، كما حدث مع محمد شحاته في لقاء اللي هو كان موقوف قبل ماتش النادي الاهلي، وقال لك ان محمد شحاته مش هيلعب ماتش النادي الاهلي. طب الماتش بتاع النادي الاهلي اتحسب 2-0 للنادي الاهلي، خلاص محمد شحاته حق له ان هو يلعب بكره في ماتش سيراميكا، عشان كده هتلاقيه موجود في معسكر الفرقه بالنسبه للقاء سيراميكا. وبالنسبه للاعبين الذين كانوا موقوفين قبل المباراه فسيستمر ايقافهم في المباراه ايا كان موعد اقامتها. يعني لو ماتش سيراميكا ماتش سموحه وبيراميدز هيتلعب بعد شهر، اللعيبه اللي كانت موقوفه النهارده هتتوقف، مش هتكمل. ده بالنسبه القرار اللي هياخد بيه اتحاد الكوره او الرابطه او رابطه الانديه، القرارات الخاصه بلقاء سموحه. يعني معنى كده ان اللقاء هيتعاد، وهيتعاد بظروفه اللي موجوده فيه دلوقتي. لو اتعاد بكره هيتعاد بالظروف اللي احنا فيها دلوقتي، لو هيتعاد بعد كده لا، بالظروف الجديده، بالظروف الجديده مش الظروف اللي فيها في الوقت الحالي. طيب، كنا قلنا لكم من فتره ان النادي الاهلي بيفاوض يوسف ايمن مدافع الدحيل القطري. يوسف حاليا في القاهره، وعمل توقيع او مضى عقد مع النادي الاهلي، وحصل على 200,000 دولار في الموسم زي ما قلنا لكم برضو قبل كده، والكلام ده احنا قلنا ان يوسف ايمن احد الحلول اللي موجوده. هو بالعيد طار، ويوسف ايمن مضى رسميا اعاره لمده سنه، اعاره لمده سنه ب 200,000 دولار للعيب، وده حصل النهارده. طيب، برضو كنا قلنا لكم قبل كده حاجه خاصه بموديست. النهارده موديست بلغوه رسمي ان بعد بكره اخر يوم ليه زي ما قلنا لكم قبل كده، وان موديست خلاص شكرا اتبلغ رسمي ان هو خلاص مش موجود في النادي الاهلي في الفتره الجايه، وان اخر تمرينه ليه بعد بكره او اخر يوم ليه في النادي الاهلي بعد بكره، وان نجحت لجنه الكوره او زي ما بيسموها هناك، مش عارف بيسموها ايه او ناسي بيسموها ايه، لجنه الكوره او لجنه التخطيط في النادي الاهلي بيسموها لجنه التخطيط. قالوا كده بالحرف الواحد ان موديست او اتكلموا مع مستر كولر ان انت تبلغ اللاعب ان في خلال الاسبوع ده ان اخر فتره ليه مع النادي الاهلي في الفتره دي، وان موديست خلاص اتبلغ النهارده بعد لقاء الاهلي وفاركو اللي فاز فيه الاهلي 2-1، واتبلغ ان هو اخر يوم ليه بعد بكره. وشكرا موديست، سلام موديست،
مع السلامه يا جدو مودست، اخر فتره ليه في النادي الاهلي. اخر حاجه عندنا في النادي الاهلي عشان الناس برضو تبقى فاهمه، كهربا غضب وصار بعد لقاء الاهلي وفاركو النهارده، لان بيحصل فيه حاجه في النادي الاهلي بعد كل ماتش على الاستاد او على الملعب اللي بيلعبوا عليه النادي الاهلي، ان بيحصل تمرينه للعيبه اللي ما لعبتش المباراه بعد المباراه على طول في النادي الاهلي، وكل مباراه بيحصل الكلام ده. كهربا النهارده لا اتغير، لا تم استبداله ولا بدأ المباراة، فما لعبش خالص. بعد اللقاء صار وغضب وعمل مشكلة كبيرة جدا 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 داخل استاد القاهرة، واللي بيه ان كهربا اتخانق، واللي بيه هل هنشوف الكلام ده يثار في الاعلام؟ ده انا بديكم معلومه، والمعلومه دي انا متاكد منها، والجدع يطلع يكدبني يقول لي ما حصلش. يا اما هم هيسربوها وهيطلعوها عشان هم كده كده بيحاولوا ان هم يخلصوا برضو من كهربا مع جد مودست، وبيفكروا يجيبوا فيرود، وللاسف الشديد هيكون الفيرود ده واحد زملكاوي كان بيلعب في نادي الزمالك، والزمالك سابه ب 4 مليون جنيه في الفتره الاخيره، وللاسف بيخلصوا معاه، وهيكون من ضمن الاسماء اللي موجوده في النادي الاهلي الفتره الجايه، وهيبقى هو بديل كهربا في الفتره اللي جايه. وده من ضمن الحاجات اللي انا حزين عليها جدا 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 داخل نادي الزمالك، ان لعيب من ابناء نادي الزمالك يطلع عرى النادي، وبعد كده يتم بيعه، وبعد كده ينتقل للنادي الاهلي، والنادي الاهلي يستفاد بيه، وهو هيبقى على مسؤوليتي الشخصيه من احسن الفراوده اللي موجوده في مصر، وهو المثال الاصغر لعماد متعب في الكوره في مصر، وكنت اتمناه يبقى موجود في نادي الزمالك. للاسف هيبقى موجود في النادي الاهلي في الفتره الجايه، والمفاوضات معاه على حر من الجمر بالنسبه للنادي الاهلي، والنادي الاهلي بيقاتل على ان هو يخلصه في الفتره الجايه. بناء عليه كهربا عمل مشكله كبيره جدا في غرفه الملابس وفي الملعب مع كولر ومع الجهاز اللي بيمرن بعد اللقاء، والكلام ده هتسمعوه برضو يا النهارده يا بكره بعد اللقاء، ونتمنى ان الكلام يطلع. لو خبوه انا بقوله لكم اهو، بديكم معلومه، وبقول للصحفيين يسالوا عليه واعرفوا حقيقته، عشان انا عارف ان في صحفيين كتير جدا بيسمعونا سواء على القناه او على الصفحه، وبقول لكم ان كهربا اتخانق خناقه كبيره جدا. يا مجموعه صحفيين محترمين، اسالوا على الخبر ده وتاكدوا منه، وقولوا طارق كذاب او طارق صادق، عشان برضو تبقوا عارفين الظروف والامور ايه. من فتره كنت قلت لكم على موضوع ياسر حمد واتكلمت فيه، والناس زعلت وقالت اصل ياسر حمد، اصل يا كابتن ده ما خدش فرصه، اصلي يا جماعه ياسر حمد امبارح اتبلغ او النهارده اتبلغ ان هو خلاص اخر حاجه ليه برضو في خلال ال 24 ساعه اللي جايين، لان خلاص 30/6 جه، او 48 ساعه اللي جايين من 1/7 خلاص اوت اوف كلاب اوف زمالك. والكلام ده انا قلته من بدري جدا، ان ياسر حمد من الصفقات الغريبه اللي انضمت لنادي الزمالك وعليها علامه استفهام كبيره جدا، وباكد الكلام تاني، انا مش عارف الاخ او الناس الوكلاء اللي بيدخلوا اللعيبه نادي الزمالك مين هم بالظبط، وبيتعاملوا ازاي، وبيجيبوا اللعيبه دي منين، وما بيسالوش ليه اهل الخبره في الموضوع ده. اتمنى في اهل خبره عندكم بيحبوكم وبتحبوهم، واحنا بنحبكم برضو، خدوا بالكم، بس طلعونا انا بره اللعبه خالص. انتوا ممكن تكونوا مقتنعين ان الناس دي بتثقوا فيها اكتر من اي حد، اسالوا اهل الخبره قبل ما تجيبوا اي لعيب، لان نادي الزمالك محتاج صفقات من نوعيه خاصه، واللي هيعرف الكلام ده يكون واحد مارس وعارف يعرف يجيب لك مين ويقول لك مين، بعيد عن طارق السيد. اسال محمد صبري اللي جاب مصطفى فتحي واحد نجوم الدوري المصري دلوقتي، اسال عبد الحليم علي، اسال اي حد من الاسماء اللي انت بتثق فيها وممكن تكون بتثق فيها حتى بعيد عن الاسمين اللي انا قلتهم، اسالهم وراجعهم. ويا جماعه شوروا، ممكن تكون انت راجل عضو مجلس اداره في الاداره جيد كويس بتفهم، انما في الكوره ممكن تكون على قدك، فاسال الناس اللي بتفهم عشان خاطر تبقى الامور كويسه ليك وللنادي. خد بالك، اوعى تفتكر ان حد يكون صاحب مصلحه ان بيقول لك وبينصحك لوجه الله، لان في الاول وفي الاخر نادي الزمالك مش بتاعكم لوحديكم، نادي الزمالك بتاع جماهيره، نادي الزمالك بتاع جماهيره، وجماهيره اللي سايره دلوقتي بعد القرار والبيان واللعب وتكمله الدوري، لازم تخاطبوهم بعقلانيه عشان الناس تعرف ايه اللي حصل، واظهر لهم الحقائق، وخلوا نتائج الكلام اللي انتوا
الحاجات اللي انتوا كسبتوها بناء على عدم لعبكم ماتش النادي الاهلي، الناس تظهرها بسرعه عشان الجمهور مش هيصبر على حد. اسمعوني صدقوني والله العظيم ثلاثة، جمهور الزمالك في حالة غليان كبير جدا ومتضايق جدا من المواقف الفترة الأخيرة. عرفوهم أو خلوا القرارات دي تطلع بسرعة. فلان مشي يطلع بسرعة القرار بتاعه، فلان مشي القرار بتاعه يطلع، فلان جاي القرار بتاعه يطلع. الأمور اللي هتتغير الفترة الجاية في الكرة المصرية لازم قراراتها تطلع، لأن الجمهور هيصب غضبه عليكم انتوا كمجلس إدارة. واحنا عايزين النادي يبقى مستقر والنادي يبقى هادي والجمهور يروح يساند فرقته، لان من مصلحتكم ان الجمهور يساند فرقته، مش من مصلحتكم ان الجمهور يبقى بعيد عنكم بعيد عن فرقته. لان في الاخر نادي الزمالك بجماهيره، نادي الزمالك بجماهيره، لا لعيبه قدامى ولا لعيبه حاليين. نادي الزمالك بجمهوره هو السند والعمد الاساسي والرئيسي للكوره في او للرياضه او لنادي الزمالك كله، هو جمهور نادي الزمالك، سواء بقى في طايره، سواء في يد، سواء في باسكت، سواء في كره قدم، في كل الالعاب. نادي الزمالك بجماهيره مش باي حاجه تاني. خلصت كلامي، كل التحيه ليكم وكل الشكر ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.